السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا التورتاية دي. شكلها كده يبدو إن هي سهلة، ولكن أنا دخلت فيها تكنيك جديد، وكمان هنتعلم إزاي نعمل بوكس أو صندوق للتورت العالية. لو طبعا انت بتحتاري، وخاصة أصحاب المشاريع لما بتكون مثلا عاملة تورتاية عالية ولا حاجة، دورين أو 3 أو أكتر، بصراحة بتحتار زي ما أنا كنت بحتار في البوكس أو الكرتونة اللي أنا هحطها فيها. فدايما مش متوفر حوالينا الكرتونة دي، فأنا هعلمك إزاي نعمل التورتاية الرقيقة دي، وشكلها جميل جدا جدا، وكمان فيها تكنيك جديد. بدل ما نهدر كيك كتير هقولك على التكنيك دوت أثناء الفيديو إن شاء الله، فتابعيني للنهاية علشان نشوف إيه الأخطاء اللي إحنا ممكن نقع فيها ونتفاداها في النهاية. أنا كده معايا كيكتين، الكيكة تقريبا 18 سنتي، وانا قطعتها الى 4 رقات، والاربع رقات دوت انا مش هستخدمهم كلهم، انا هستخدم من كل كيكايه من دولت 3 رقات بالظبط، يعني مش هستخدم الرق الاخير، هما 4 فانا هستخدم من كل واحده 3 رقات، لان انا مش عايزاها عاليه قوي. تمام، انا كده هنقطعها معاكم، وكمان هنحشيها بكل سهوله. انا طبعا بثبتها بالكريمه في الاول، وهحشي الرق الاول واحط كريمه عاديه جدا جدا، يعني كل كوبايه كريمه. طبعا احنا عايزاها متماسكه، فاحنا مش هنكتر الميه. لو انت عايزه الكريمه متماسكه ما تكتريش الميه. يعني لكل كوبايه من الكريمه هنحط بالظبط كوبايه من الميه المتلجه جدا. وطبعا اي طعم انت عايزاه، انا اكتفيت هنا بان انا اضرب الكريمه الاول، وبعدين احط الجناش اللي انا كنت عاملاها معاكم، او النوتيلا البيتي اللي انا كنت عاملاها. طبعا موفره جدا جدا، انا تقريبا عملتها اخر مره ديت طلعت 3 كيلو ونص، 3 كيلو ونص، انتم متخيلين؟ بجد هيفوتكم كتير جدا لو انتم ما تابعتوش فيديو النوتيلا او الجناش البيتي بمكون سري هيخليلك الجناش كتير جدا جدا، وكمان كمية كبيرة متواجدة معاكي في التلاجة. انا بحط لكل كوباية كريمة كوباية من المية المتلجة و3 معالق من السكر. عايزة تقللي يعني اقل من كده مفيش مشكلة، لانك انت طبعا بتحطي جناش من على الوش من فوق. تمام، وبتحشي بالطريقة المعتادة عادية خالص خالص. انا بحط في الكيكة التانية ديت حطيت شوكولاتة مكسرة وكريسب مكسر محشي يعني، وفي الكيكة التانية حشيت بفستق كداب اللي هو السوداني وعليه لون اخضر. تمام، بالشكل ده. وطبعا انا هجلسها معاكم بالشكل ده، وطبعا سرعت الفيديو علشان بس ايه الفيديو ما يطولش اكتر من كده. انا عارفة ان الفيديو طويل، والله انا فعلا حاولت جدا جدا ان انا حتى اخليه على فيديوهين، ما كانش هينفع. يعني لو نزلته اللي طوله اكتر هو عمل تغليف البوكس، او البوكس نفسه اللي انا هحط فيه التورتايه اللي هي الدورين، او اللي هي الكرتونه اللي انا بعمل منها بحط فيها التورتايه الدورين او الثلاثه ايا كان. طبعا انا استخدمت صفيحه عاديه خالص، الصفيحه ديت غلفتها باسترتش كده ولزقتها بسلوتيب وحطيتها. ولكن اول خطا قابلني هو ان طبعا التورتيتين قد بعض بالظبط تقريبا، يعني دي 3 رقات ودي 3 رقات، وجيت لما حطيتها انا الوسط ده عايزه هرسم فيه روزيتات. تمام، فطلعتها تاني وطلعت الصفيحه تاني، لان كان المستوى اللي في الوسط ده واطي جدا ومنخفض جدا، فما كانتش هتبان معايا الروزيتات. فده كان اول خطأ معايا. طبعا انا استعضت عنها واستبدلتها بالشفشق ده. طبعا كلنا عندنا الشفاشق ديت، وانت حتى لو حبيتي تجيبيه عادي يعني ب10 جنيه، يعني مش غالي قوي ولا حاجه. وانا عندي منه شفاشق كتير جدا، فانا حبيت استغله كده. وكمان لو تلاحظوا الفرق هتلاقوه الطول بتاعه يعني عالي شويه عن الصفيحه. انت ممكن طبعا لو قدامك صفيحه، والصفيحة دي طبعا عارفين صفيحة السمنة العادية خالص، وتكون نظيفة، لو انت شاكة فيها ممكن تغلفيها بالاسترتش وتحطيها. تمام كده. انا طبعا ما بطأت، يعني بطأت المقطع ده وما سرعتوش علشان تشوفوه بالتفصيل. انا خلاص بعد ما انا غلفت طبعا وعملت التورتايه بالشكل دوت، انا رجعت عينت كل ده وعينت الكريمه تاني. طبعا كنت حطيتها في التلاجة فشققت معايا الكريمه البامبي، فانا حبيت اغلفها طبعا باللون الابيض بعد كده.
لكن احنا دلوقتي هنقسم الكريمة ديت لحوالي 4 ألوان أو 5 ألوان كمان، واستخدم طبعا الكريمة الأولانية أو البول الأولانية باللون الأصفر، والكريمة التانية باللون الأحمر على الموف، ويطلعني اللون اللي هو البنفسجي ده منطق كده، يعني الأحمر بينطقه. تمام، هاخد بس يعني معلقة صغيرة خالص من اللون البنفسجي ده وهحطه على اللون الأبيض، هيديني اللون الموف الفاتح خالص. يبقى أنا كده جبت درجتين من درجة واحدة. والدرجة الأخيرة خالص أنا هجيب اللون الأحمر. طبعا أنا مش مخمرة اللون الأحمر، وأنا كنت عاملاه في القناة قبل كده، ممكن أسيب لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف إزاي تعملي اللون الأحمر. فأنا حطيت اللون الأسود على اللون الأحمر، وطبعا مادام الكريمة قليلة فعادي مفيش مشكلة، انتي بتكتري من اللون الأحمر، مفيش أدنى مشكلة. وبتغمقيها باللون الأسود. أنا هستخدم البلبلات ديت أو الفورمات دي متنوعة. هغلف بس الأول اللي هي الروزيتا الأساسية معايا اللي هي البنفسجي ديت أو الموف الغامق، وكده داير ما يدور كده حوالين الكيس الحلواني هحط اللون البنفسجي وهطعمها في النص بالكريمة البيضاء بحيث ان هي تديني الشكل ده. طبعا اجمل شيء في الموضوع دوت وفي الشفشة ان هو معليلي المستوى بتاع التزيين اللي انا هعمله في النص واللي هيظهر بعد كده. طبعا احنا بنشوف التورتايه دي كتير جدا والاجانب بيعملوها، ولكن تبدو سهله، ولكن هي طبعا سهل ممتنع. تابع معايا التكنيك ده بجد هتبقى سهله جدا جدا معاكي وما فيهاش اي تعقيدات ولا اي مشاكل. طبعا احنا بنسندها لو زحلقت معاكي ولا حاجه مفيش ادنى مشكله، احنا بنسندها ببعضيها بالروزيتات. طبعا بتعملي روزيتات كده او وردايه لغايه ما تخلصي الكريمه اللي معاكي او تعملي الاطار اللي في الوسط ده. طبعا انا كسرتها باللون الاحمر مديها برضو شكل جميل جدا جدا اهي كده عاليه ومتناسقه مع بعضيها. تمام، وتعيشي بقى حياتك بقى مع ال ال الروزيتات بالشكل ده. كده بقى شكلها احسن واعلى طبعا من الاول. يعني لو هتاخدي بالك كده من المقطع اللي جاي هتلاقي الفرق واضح جدا جدا، وده كان التكنيك الاولاني او التزيين الاولاني اللي انا كنت هنزله. شكل واضح والفرق كبير واضح جدا جدا. طبعا التورتايه مش باينه خالص من النص، بتحسي ان في فرق كبير اهو بين الوسط في التورتايه الاول وما بين. فكل ما بتعلي النص او الحفره اللي في النص دي بالحاجه طبعا اللي انت هتحطيها كل ما هتكون ناطقه اكتر واجمل. انا حطيت اللون الاصفر مع اللون الاخضر وهعمل منه الاوراق الروزيتات دي او اوراق الورد بالبلبله دي اللي احنا عارفينها، وهنعمل كده بالشكل ده بحيث ان احنا نملى كل الفراغات بتاع الروزيتات. اللون الاصفر اللي فاض مني انا هحطه على الكريمه البيضه وهي هكسرها كده حاجه بسيطه كده بحيث ان هي تبقى سكري. ممكن تجلسي التورتايه اللي تحت لوحديها وممكن اللي فوق برضو لوحديها مفيش ادنى مشكله. طبعا عشان انت ما عندكيش سكرايبر ولا انا كمان عندي سكرايبر طويل او يجيب المستوى ده كله، فانت ممكن عادي تشتغلي على اللي فوق لوحديها واللي تحت لوحديها، ولكن ركزي على انك انت تعملي سور مدبب في التورتايه القاعده وسور مدبب في التورتايه اللي من فوق، دي من تحت وديت من فوق، بحيث لما نيجي نعملها برتوش الدست الذهبي تكون ظاهرة معانا جدا وتكون باينة. انت بتاخدي وقتك في التجليس وبتقعدي تعيدي كذا مرة وبتغسلي السكرايبر، ممكن تمرريه في مية سخنة، ممكن تمرريه في الحنفية عادي بتغسليه بحيث ان هو يلم لك الزيادات دي بالشكل ده. الدست الذهبي انا هجيبه وهفكه بمية عادية خالص، يعني مية مش هنحط عليها ولا ليمون ولا زيت معين، هي مية عادية خالص خالص، وكمان هنشتغل بيها على طول. بالفرشة ديت بتكون الشعيرات بتاعتها صغيرة جدا جدا، وهنشتغل بيها وهنحدد كده السور اللي احنا عملناه كده عشوائي بالشكل ده.
هنحدد كده من فوق ومن تحت، والطريقة دي أو الحركة دي بتظهر لي أكتر الوسط، وبتظهر لي التورتاية أكتر والشكل الجمالي بتاعها. تكنيك التورتاية دي سهل جدا وبسيط ومفيهوش أي تعقيدات، ولكن أنا قلتلك على الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، وزي ما قلتلك كده ما تخليش الوسط ده بحاجة منخفضة، خلي حاجة عالية بحيث إن الروزيتات تظهر معايا أو الورد. على فكرة انتوا ممكن تحطوا كمان صورة، يعني صورة الكرتون ولا حاجة. انا حطيت ضغط تاني، او اللي يفيض منك بتعملي رتوش كده عشوائية بالشكل ده، بحيث ان هي تكسر لي اللون الابيض بالشكل ده. بتنطريها بس كده على التورتايه من بعيد بطريقة عشوائية، بتديني الشكل ده في النهاية. شكل التورتايه كده رقيق جدا وتحفة فنية. ومادام انت جيتي طبعا لغاية هنا، اظن ان اكيد الفيديو عجبك، فما تنسينيش بقى في اللايك في الفيديو ده، عشان انا عدته، يعتبر عدت التورتايه دي مرتين، فطبعا تقديرا لمجهودي ما تنسينيش بقى في اللايك. انا بحط اللولي الفضي بالشكل ده. ممكن تحطي لولي تبع للالوان بتاعه الروزيتات، ولكن اللولي الفضي زي ما قلت لكم قبل كده بيدي فخامه للحاجه وبيدي شكل جميل جدا. انا عملت وحطيت روزيتات من فوق تاني بالشكل ده، وطعمتها برضو باللولي الفضي. ده شكلها النهائي. ممكن يعني تستبدلي الشفشق دوت بصفيحة سمنة زي ما قلتلك. ممكن تحطي جردل، عارفين الجردل اللي هي بتاعت النوتيلا والتارجت والحاجات دي، ممكن تستبدليها بيها. وانت كمان لو عاملة التورتاية اللي تحت دي كبيرة مثلا 26 مثلا او 30، ممكن تحطي مثلا جردل كبير، عارفين الجردل اللي هي بتاعت المحسن الكبيرة اللي هي ال4 كيلو، دي برضو ممكن تحطيها في النص، وتحطي التورتايه اللي فوقيها اصغر او زيها، يعني لو هتعمليها حجم كبير. فانا اديتك الفكره. ده كان ارتفاعها حوالي 26 سنتي على ما اظن، 26 سنتي، يعني تحسي ان التورتايه مش تورتايه واحده، دي كمان دورين. يعني انت اي حد هيشوفها يقول لك دي تورتايه دورين، ولكنها هي عباره عن تورتايه 18 سنتي، والكيكايه التانية برضو 18 سنتي، وكمان عنا من كل واحده راق، يعني كل واحده 3. فاللي هيشوفها هيقول ديت متكلفه والكيكه بتاعتها كتيره، ولكن طبعا الحقيقه غير كده. اللي عايز الفيديو بتاع او المقطع بتاع الكرتونه، يعني ده كرتونتين عاديتين تماما، بتاعت اللي هي التورت الدور الواحد. انا جبت 2 عاديين خالص، واحده منهم المستوى بتاعها عالي والتانية مستواها منخفض شويه، وجبت ماسوره اللي هي بتاعت اللي هي المواسير البلاستيك العاديه اللي احنا بنثبت بيها التورت، وقصتها بالشكل ده حوالي تقريبا 30 سنتي، فخليتهم كلهم مستوى واحد بالشكل ده. انا هقص كده الزيادات. التكنيك ده سهل جدا وبسيط، وطبعا أصحاب المشاريع مهمة جدا بالنسبة لهم، وأنا منهم. كنت بحتار جدا جدا لو أنا عملت تورتايه دورين مثلا لحد هدية ولا حاجة، أنا بحتار في الكرتونة. فأنا جبت الماسورة دي من عند واحد كهربائي، هتلاقيها متوفرة. ممكن تستخدمي على فكرة في أعواد خشب كده طويلة، ممكن تقصيها برضو على نفس المستوى وتستخدميها، وهنستخدم فيها المسدس الشمع. ممكن تستخدمي لو ما عندكيش مسدس الشمع تولعي الشمعية على النار وتعمليها كده بالشكل ده بكل سهولة، هتلزق معاكي ومش هتسيب منك ولا هتتزحلق ولا اي حاجة بالشكل ده. ممكن برضو تستخدمي الدبل فيس، يعني بس تحكميه وتحطي كذا طبقة بالشكل ده، ولكن طبعا الشمع اسهل بكتير وبيثبتها على طول وبيكون اقوى ومش بتزحلق منك على طول. انا هعمل ال4 جوانب بالشكل ده، واهم شيء يكون ال4 مواسير قد بعضيهم بالظبط، بحيث ان احنا لو غطيناهم بالكرتونة التانية
هيكون معايا المستوى واحد بالشكل ده، ال4 جوانب. انا حتى همسك معاكم الكرتونة متماسكة جدا جدا وصلبة. انا مش هقص القاعدة، طبعا القاعدة اللي تحت ديت هي الكبيرة اللي مستواها عالي، وهغطيها بالكرتونة التانية اللي هي مستوياها اللي هو المستوى بتاعها اقل شوية، ولكن هعين الغطا بتاعها لانه طبعا عامل لي لخمة كده، فانا هعينه خالص وهسيب بس ظهر واحد بس اللي هو بتاع التورتاية الاساس اللي من تحت، هسيبه بس من ورا وهلزقه كده بسلوتيب، وهعين الزيادات اللي تحت خالص بحيث ان انا اخلي قاعدة الكرتونة مرتاحة. انا هعين الاول كده الزيادة اللي فوق كلها كده داير ما يدور بالشكل ده، وهي هلزق الباقي بالسلوتيب. انا عارفة ان الفيديو طويل جدا، بس ما كانش هينفع ان انا ما اقولكمش على الجزء ده، ضروري جدا. انت ممكن تحطي كرتونة كده كتثبيت للقعدة، لو هي هشة كده وخفيفة ممكن تحطي كده ليها تثبيت، وكمان تحطي لها دبل فيس بحيث ان هي تثبتي التورتايه كمان اكتر واكتر، لو هي في مواصلات مثلا ولا حاجة تكون ثابتة وما تتهزش معانا بسهولة. دي برضو فكرة تانية. انا هحط التورتايه الاول وبعدين هقفل عليها في النهاية بالكرتونة التانية. لو حسيتي كده ان القعدة مش مستريحة ممكن تقصي الزيادات، وزي ما اتفقنا انت هتحطي الجوانب دي كده وهتعملي عليها بالسلوتيب وتلميها بالشكل ده. ممكن تقصيها ما فيش ادنى مشكلة، ولكن هي بتدعم الكرتونة وبتخليها ثابتة اكتر. هي كده في حتة كده ظاهرة من البداية خالص او من قدام ظاهرة، احنا هنغلفها دلوقتي بالاسترتش بالشكل ده داير ما يدور على الحته بس المكشوفه، وهتقفلي عليها بالسلوتيب. لو ما عندكيش الاسترتش ده ممكن تستخدمي ال 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 اللي هي اكياس التلاجة العاديه خالص، اللي هي الاكياس النايلون، ممكن تغلفيها بالشكل ده وتمشي عليها بالسلوتيب برضو هتبقى سهله معاكي. ده الشكل النهائي للكرتونه، ان شاء الله يعجبكم. وما دام انت جيتي لغايه هنا اكيد عجبك الفيديو، ما تنسيش بقى عشان تقديرا لمجهودي ما تنسيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.